احنا جوعنا ليه بقى في المدرسه؟ جوعنا لان احنا اليوم اللي قبله كنا خربينها بزياده. ليه بقى؟ اخدنا اول ما صحينا عيش بس، ما خدناش بروتين، اخدنا نوع جبنه اصلا يعني بسيط خالص، فطبعا كل اللي اكلناه كان كارب. تمام. بعدين اخدنا في الغدا كارب بس برضو لسان عصفور، واخدتي معاه قطعه لحمه بس، ولا اخدتي قد ايه لحمه؟ قطع. قطعه واحده لحم، صح كده؟ اخدتي خضار، اخدتي سلطه، اخدتي شوربه، اخدتي اي حاجه؟ تمام. اخدتي طماطم. طيب حلو. بعدين بقى بعد الغدا بقد ايه خرجنا؟ بعد 3 ساعات خرجنا، اخدنا وافل وعصير، ولما رجعنا اخدنا شيبسي، صح كده؟ مش مشكله، انا مش ما تتخيليش ان انا بحاسبك، انا بس بفهمك ايه اللي حصل معاكي، ليه جوعتي. انا بفهمك انت ليه جوعتي. طبعا الوافل كان عليه شوكليت، صح؟ وايس كريم ولا من غير؟ لا، من غير. طب الحمد لله. رجعنا البيت اخدنا شيبسي، صح؟ حتى عصير ايه لازمة ما الشيبسي؟ فيش مشكله. فاللي حصل ان احنا ايه بقى؟ نمنا، صحينا الصبح جعانين جدا جدا، فاهمه؟ عارفه بقى جوعنا ليه بقى؟ فهمتي؟ احنا عمالين ناخد في كارب 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 كارب، مفيش بروتين. فالبروتين هو اللي بيكفر على الكارب ده كله. لما بناخد بروتين بيخلينا ما نجوعش كده، يعني زي بالظبط اللي بيحصل واحنا في رمضان. لما بنيجي نتسحر دايما بننصح الناس ان هم يتسحروا بروتين عشان طول اليوم ما يجوعوش. على عكس بقى الناس اللي بتتعشى او تتسحر 3 4 ترغيفه كده حلوين، يقول لك انا هاكل عيش عشان اشبع، بيقوم الصبح جعان جدا. فاهمه الفكره في ايه؟ انت فاهمه الفكره؟ فهي بدايه اليوم، دايما اقول للحالين بدايه اليوم ونهايته هم اهم حاجه، لان بدايه اليوم هو اللي بيتحكم انت طول اليوم هتجوع ولا لا. لو فطرت فطار، يعني في ناس مثلا تحب تفطر حاجات حلوه، حاجات مسكره، كيك مثلا وشاي، انا ما اخدتش غير بسكوت وشاي، دول هيجوعوا جدا طول اليوم. على عكس بقى اللي بيفطروا فطار حلو قوي، يعني بيفطروا مثلا بقى فول وبيض، دول بقى بيشبعوا جدا طول اليوم. عارفه العمال مثلا والناس اللي بتشتغل، دول بيفطروا فطار متين زي ما بيقولوا كده، فطار متين، الفطار ده بيشبعهم. على عكس بقى اللي بيفطر كرواسون او مثلا ايس كوفي مع كيك، دول اصلا بيجوعوا جدا باقي اليوم. طيب اللي بيتعشى بقى الحاجات دي، اللي بيفكر انه يتعشى الكرواسون او الباتيه او الكيك او كل الكلام ده، بيصحى الصبح جعان جدا. فهمتي بقى انت جوعتي ليه في المدرسه؟ فهمتي جوعتي ليه؟ عشان كلت سكريات بالليل. طول اليوم اصلا مفيش بروتين تقريبا، فهمتي؟ طيب قولي لي يا ياسمين، احنا بجد هنبتدي مع بعض بدايه جديده، حلو؟ ايه اول حاجه انت اخدتي قرار من جواكي انك عايزه تغيريها؟ مش عشان مامي قاعده ولا عشان خاطري. ايه الحاجه الحقيقي اللي انت قررتي انك تغيريها يا ياسمين بجد؟ ولو في حاجه انت، لو قولي لي بجد، مين اللي قرر انه يرجع يكلمني تاني، انت ولا مامي؟ عارفه احنا كنا مع بعض من سنه والحمد لله كنا نزلنا وكنا وصلنا لوزن حلو قوي، كنا 50 ولا 48 ولا كام؟ كنا 50 الحمد لله. وبعدين انتي رجعتي كلمتيني دلوقتي، زدنا شويه كده وانا زعلانه بس مش مشكله. بس قولي لي مين اللي قرر انه يرجع يكلمني، انتي ولا مامي بصراحه؟ أيوة. انتي. وحشتك؟ انتي وحشتيني جدا، انا بنزل صورك على طول على فكره، انتي عارفه كده. طيب قولي لي ايه الحاجه اللي انتي قررتي انك تغيريها؟ التخن. الايه؟ التخن. لا مش التخن، احنا مش عايزين نفكر في التخن، احنا عاوزين نفكر في عادة هي اللي بتخلينا صحتنا مش كويسة. في عادة بنعملها بتأثر على صحتنا، ايه هي؟ الأكل. الأكل كله؟ يعني هنبطل ناكل؟ طب امال ايه؟ ايه الحاجة مثلا اللي في الأكل اللي انت حاسة ان هي السبب في ان احنا بيحصل لنا مقاومة انسولين، او بيحصل لنا مشكلة في سكر الدم، او بنتخن بسببها؟ الشيبسي والبيبسي الشيبسي والبيبسي؟ طب ودول اكتر حاجة بتاكليهم؟ والشوكولاتة. والشوكولاتة؟ طب انت عندك ساعات تبطليهم اصلا؟ بجد؟ بس انا مش هخليكي تبطليهم بقى، انا هنبدلهم. ايه المشكله مثلا احنا نبدل الشيبسي بمثلا بيك رولز، او بحاجه شبه الشيبسي هنعملها في البيت؟ ايه المشكله مثلا ان احنا نغير البيبسي بعصير طعمه حلو احنا نعمله في البيت، او برايب، او بسموزي؟
موافقه على كده ولا مش موافقه؟ والتشوكلتس اسهل حاجه بالنسبه لنا، اكتر من وصفات الكيكس اللي انا ممكن ابعتها لك تعملي بقى كيك بكل التشوكلتس اللي نفسك فيها، او حتى لو ايفن انك عايزه تاكلي تشوكلت ممكن ناخد بروتين بارز، ممكن ناخد دارك تشوكلت. ايه رايك؟ طب قولي لي بصراحه يا ياسمين، قولي لي بصراحه، انت الهدف الاساسي عندك انك صحتك تكون احسن ولا ان احنا نخس بس؟ بصراحه متضايقه من بطني مثلا، متضايقه من اي مكان في جسمي فعايزه اخس عايزة أخس. باي طريقه. طيب خلاص اوكي، احنا هنخس وكمان هنحافظ على صحتنا، ايه رايك؟ طيب